السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة. أما بعد يا سادة، قضية رأي عام جديدة تهز اليمن، وهذه من المرات القليلة اللي الحمد لله شعبنا عرف يستخدم السوشيال ميديا في حاجة مفيدة، ورأينا تكاتف رائع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر هذه الصورة. هذه الصورة تقف وراءها قضية كبيرة وآفة أصابت مجتمعنا للأسف، وهي ظاهرة التحرش والفعل بالإكراه في الصغار. هذا الرجل الذي أمامكم، ولا أريد أن أخطئ عليه أو أسيء له احتراما لأهله، لأنهم ناس كفوا وأثبتوا إنهم رجال وبيض الله وجيههم، وهجيك في القصة الآن. هذا الرجل تعرض لهذه الطفلة مرتين. تعال أحكي لك القصة. المرة الأولى جاء بيسألها مين أنتي وإيش اسمك، بيجمع بيانات. الراجل ما شاء الله مخلص في العمل، قاعد يجمع بيانات ويدرس الضحية ما شاء الله. شوف كيف العمل المؤسسي، حتى الجريمة يعني تتمأسس بمأسسها. المرة الثانية لحق بهذه الطفلة بيان في شارع بغداد أمام معهد يالي. واضح أن الواقعة حدثت في الفتحة اللي أمام معهد يالي. لحقها للدرج، البنت واخذة مقاضي وطالعة للبيت. تعال يا ماما انت حلوة. قاعد يداعب البنت ويلاعبها، وبعدين قال لها خلاص طلعي المقاضي وتعالي لعندي ادي لك هدية واقول لك سر. فجأة رفع عينه وجد كاميرا في درج العمارة، وهنا عرف انه راح فيها. خرج وفحط، وطول ما هو خارج قاعد يغطي وجهه عشان لا تلقطوا كاميرات اخرى. ولكن الحمد لله تم التقاط صورة هذا الرجل. ماذا كان يعتزم أن يفعل في البنت حينها إذا بالفعل طلعت ورجعت لا عنده؟ الله أعلم. فعل بالإكراه، اختطاف، تجارة أعضاء، لا أحد يعرف ماذا كان يعتزم أن يفعل بها. ولكن المعلومات الأولية تؤكد لك إنه البنت ما كان معها ذهب، سلسلة، خاتم، أي شيء نقول إنه طامع فيه. البنت رايحة البقالة وراجعة. أخذوا سكان العمارة الصورة من الكاميرا ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشعب اليمني كله تكاتف ونشرها على أوسع نطاق. لنتفاجأ بعد ساعات إنه أهالي هذا الشاب شافوا الصورة وتعرفوا على ابنهم وأخذوه وراحوا لأهل البنت الطفلة الصغيرة وسلموا إياهم. هذا ابننا عندكم، اعملوا فيه اللي يرضيكم. ليش بقول لك أسرة عن جد قد المسؤولية وواعية؟ بغض النظر البعض بيقول لك لأنهم اتفاضحوا، الله لا يرفع الستر عن إنسان، وفي ناس 99% بيستروا بيخبوا مش فرقان معهم. هذولا أسرة كريمة ومحترمة ونتشرف جميعا بهم، ويا ريت كل الأسر تكون بهذا